هيطلع مش حلو. انا قلت انه هيطلع مش حلو. اللي يخاف من العفريت بيطلع له، ده مثل اتربينا عليه، انه الحاجه اللي بنخاف منها بتطلع لنا، او الشيء اللي بنتوقع حدوثه شيء سيء يعني عاده بيحصل. في فيديو كان بيتكلم عن انه عقلنا مش بيعرف يفكر بشكل سلبي. يعني ايه؟ هديك مثل، هقول لك حاجه دلوقتي، اوعى تفكر في كوبايه ميه ساقعه. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اول حاجه دماغك فكرت فيها هي كوبايه ميه ساقعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه انه الحاجه اللي بقولها بصوت عالي او بفكر فيها او بتوقعها، عقلي هو بس بيعرف يترجمها. عشان كده اللي احنا محتاجين نعمله انه نبتدي نغير طريقه تفكيرنا، لانه لما بفضل اتوقع السيء وبفضل افكر فيه غصب عني ده بيأثر على سلوكي بشكل ما، فبجذب الاحداث دي انها تحصل لي بطريقه او باخرى. انا عارفه ان الكلام اللي بقوله ده يبان صعب شويه وغير منطقي، لكن الحياه فيها الحلو والوحش. لو فضلت طول الوقت ابص بس على الوحش واتوقع السيء واتوقع انه في كل موقف هتحط فيه هتحصل لي حاجه مش حلوه، غصب عني الحاجه الحلوه دي هتبتدي تحصل لي بسبب غالبا يا اما قرارات يا سلوك انا بسلكه بسبب انه افكاري بقت متبرمجه على ده. كل اللي انت محتاج تعرفه او السر في انك تبدا تفكر في الحياه بشكل ايجابي، او تبتدي تفكر في الحاجات بطريقه مختلفه. وزي ما بتتوقع السيء في حاجات، كمان توقع الايجابي في حاجات، لانه الحياه ميكس، فيها حاجات حلوه وفيها حاجات مش حلوه. هقول لك على حاجه ممكن تساعدك. اخر كل يوم امسك ورقه وقلم وابتدي بص على يومك وابتدي اكتب ايه الحاجات الحلوه اللي حصلت لك. ده هيساعدك انه طول الوقت تبقى بتفكر بشكل ايجابي اكتر، فتبطل انك انت تكون بتتوقع الحاجات السيئه اللي بتحصل.